السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة باسدي بلوج. اشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد أولاً بأول. ولا تنسى تضغط على زر الإعجاب وتترك تعليقك لأني أحرص على قراءة آرائكم وتفاعلكم دائماً. لقد كثر الحديث مؤخرا حول اقتناء المغرب للطائرة الشبحية التركية كيزيليلما من عدمه، وقد أكدت مصادر مطلعة توقيع صفقة نوعية بين المغرب وتركيا للحصول على هذه الطائرة المتقدمة التي تنتجها شركة بايكار بيركدار. وتعتبر هذه الخطوة نقلة استراتيجية تضع المغرب في طليعة الدول المتقدمة في مجال تكنولوجيا الطائرات غير المأهولة، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون الدفاعي بين البلدين. وتجدر الإشارة إلى أن المغرب يعد من أوائل الدول التي تحصل على هذه الطائرة خارج تركيا، ما يعكس قوة الشراكة المتنامية بين الرباط وأنقرة في الصناعات الدفاعية. مواصفات طائرة كيزيليلما الشبحية: تعد كيزيليلمان إحدى الطائرات القتالية غير المأهولة المتطورة من الجيل السادس، وتمتاز بقدرات تكنولوجية متقدمة تشمل مدى طويل للعمليات. يصل مدى الطائرة إلى أكثر من 900 كيلومتر، ما يتيح لها تنفيذ هجمات بعيدة المدى بدقة عالية، مما يعزز قدرتها الاستراتيجية في العمليات. تتمتع بقدرة على حمل 1500 كيلوغرام من الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ والقنابل الموجهة، ما يمنحها مرونة في تنفيذ المهام ويعزز من قوتها النارية. تبلغ سرعتها أكثر من 800 كيلومتر في الساعة، مما يجعلها من أسرع الطائرات القتالية غير المأهولة على مستوى العالم. تصميم شبحيئي متميز، تمتاز ببصمة رادارية منخفضة، مما يجعل اكتشافها أمراً صعباً، إلى جانب قدرتها العالية على المناورة، ما يمنحها ميزة في البيئات القتالية المعقدة. تقنيات حديثة تعزز من أداء الطائرة. تم تزويد كيزيليلما بمحرك نفاث يسمح لها بالتحليق المتواصل لمدة تصل إلى 4 ساعات، كما أنها مجهزة برادار من نوع AESA، المسح الإلكتروني النشط، الذي يوفر دقة عالية في الكشف وتتبع الأهداف، مما يرفع كفاءتها في المهام القتالية. قدرات تشغيلية واسعة تتجاوز كيزيليلما المهام الفردية، إذ يمكنها العمل جنباً إلى جنب مع طائرات مأهولة مثل مقاتلات F-16، ما يتيح تشكيل مجموعات هجومية مختلطة تعزز من كفاءة العمليات وتكتيك السيطرة الميدانية. تعزيز العلاقات المغربية التركية في المجال الدفاعي: تعتبر هذه الصفقة خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الدفاعي بين المغرب وتركيا، ما يدعم المغرب في تطوير استقلاليته الدفاعية عبر تكنولوجيا متقدمة. وتؤكد الصفقة على الثقة المتبادلة بين المغرب وشركة بايكار التركية، الرائدة في مجال الطائرات القتالية غير المأهولة. ووفقاً للمرصد الأطلسي للدفاع والتسليح، فمن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تعاوناً أوسع يشمل التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا، ما سيسهم في تطوير القدرات الدفاعية للمغرب ويعزز من مكانته في مجال الصناعات الدفاعية الحديثة.